صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جاي لكم النهارده فيديو حلو جدا جدا. هنعمل شويه حاجات كده في البيت، وقبل ما نعمل الحاجات اللي المفروض نعملها النهارده في البيت حبيت اشارك معاكم حاجه جبتها، يعني بصراحه اتبسطت بيها جدا. بصوا الاول اوريكم بقى ايه الشوز اللي انا جبته ده. عارفين بقى الصيف طلع علينا، عندي كل الشوزات يا اما بود يا اما كوتشيات. فكوتشيات ماشي بتمشي صيف وشتاء، بس انا ايه حاسه ان انا امبارح كان عندي مشوار ولبست كوتشي، فحاسه ان انا مخنوقه مع الحر ده، مخنوقه جدا جدا. انا كنت بحب الصنادل، بس قعدوا يقولوا يعني ان حرام ان الرجل تبان من الصندل وكده، فقلقت شويه من موضوع الصنادل ده، فمش عارفه اعمل ايه. يعني انا كنت حابه اجيب صندل بصراحه، بس قلقت. يعني عندي اتنين يعني بلبسهم ايه للضروره، الضروره القصوى زي ما بيقولوا، ففعلا حرام ولا ايه؟ فاللي عنده معلومه بخصوص الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات. فجبت حاجه منها تبقى مقفوله ومنها تبقى ايه صيفي شويه. بصوا بحب اشارككم كل حاجه عشان لو حد عايز مثلا يشتري عجبه كده افيدكم بيه. يعني لسه انا جايباه امبارح. بصوا الشوز ده اهو، انا مش عارفه ماله الموبايل والله. ده كده حسيت ان انا بحب الستايل ده، بس كنت بحب اجيبه. بصوا الطبقه دي لو انتوا واخدين بالكم انها من تحتيها طبقه. يا حبيبي ايه يا حبيبي ايه مالك يا موبايل؟ يا يغمقني قوي يا يفتحني قوي. من تحتيها طبقه كده زي ما انتوا شايفين قماشه تانية، هي بتبقى بعد ساعات كده دي مفرغه خالص بتبين الرجل، فانا ما حبيتش يعني، قلقت بصراحه فجبتها كده. بس برضو مقفول، بس تحسي ان انتي متهويه شويه من هنا. فبصوا الستايل بتاعه حلو قوي، وانا قلت اسود يعني عامل زي الجبير كده شويه، يليق على كل حاجه. انا لسه عايزه كذا حاجه بصراحه، لان في الصيف ما عنديش، فعايزه اجيب حاجه لون كده يبقى حلو. والاوف وايت طبعا انتوا عارفين يعني الاوف وايت ده بيليق على كل حاجه، فقلت ان شاء الله ابقى اجيب واحد اوف وايت كل مره كده انزل اختار حاجه. فده عجبني. بظبط التليفون ده منين بقى؟ من فاكتوريا، اول شارع الجلاء من عند المزلقان. يعني اول ما تدخلي كده شارع الجلاء من عند المزلقان. بصوا اهو هتلاقي اول محل على طول كده على ايدك تعتبر الشمال. فحلو جدا، كنت جايبه منه بوت كذا بوت يعني للشتاء حلو قوي. وكان جيجي برضو كانت جايبه منه، فيعتبر الصراحه حاجته جميله. يعني جربته في البوضات دي تاني سنه، مش السنه اللي فاتت كمان، مش السنه دي. فالبوضات زي ما هما يعني ايه كده بحالهم، فالستايل بتاعه حلو وحاجته جميله. وكنت بجيب من عنده من زمان قوي قوي، ففكرتني بيه جيجي، فبصراحه جميل. فده جبت بقى الشوز ده، ايه رايك فيه؟ وكمان جبت حاجه واستعملتها برضو قلت اقول لكم عليها عشان الصيف. جبت البيزلاين ده تاخدوه سكرين، ده كريم للتفتيح وللتجاعيد، حلو جدا. يعني انا مجرباه، ده مش جايباه امبارح بصراحه، بقالي بتاع اكتر من اسبوع. بصوا شكله اصلا عسل جدا جدا. يعني انت لو تحطيه كده على التسريحه شكله جميل قوي، ذهبي كده، والغطا بتاعه لونه ذهبي، فشكله عسول قوي اهو. حطيه اصلا بس على التسريحه شكله جميل. ده بقى جايباه ليه؟ عشان انا حاطه منه دلوقتي، يعني مش حاطه كريم اساس ولا اي حاجه، هو ده حطاه حلو قوي ان هو بيفتح تفتيح فوري، وكمان بيقلل المسام وبيقلل التجاعيد مع الاستخدام يعني. كويس جدا اهو. بصي يفتح البشره على الفور، يقلل مظاهر التجاعيد والبقع بتاعت الجلد. يعني ساعات كده في بيبقى عندي هنا ايه بقعتين، معرفش تقولي منين، من الشمس ولا ايه، فبرضو بيقلل منهم وبيقلل من علامات التجاعيد اللي تبدو البشره اكثر شبابا. انا اصلا يعني في الصيف بحب دايما احط اي حاجه فيها تفتيح، لان مع الحر وكده البشره اصلا بتغمق. فده قلت اجربه، لقيته كله بيشكر فيه يعني وكده، فقلت اجربه. فمبدئيا حلو، يعني مبدئيا حلو جدا. وكان عندي برضو بندس حلو قوي، فده بيزلاين يعني هتلاقوه متوفر على طول في كل الصيدليات.
تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده كده ويومنا ماشي ازاي بقى. ما تنسوش اللايك يا احلى اخوات. حدث ولا حرج. شكلها مش متظبط خالص كده زي ما انتم شايفين، علشان الحاجات اللي انا كنت بظبطها وبنسقها، فبطلع كل الديكورات اللي عندي واقعد احط هنا واظبط كده كل فتره الحاجات. فعايزين نظبطها ان شاء الله، لان في حاجات من دي هتتحط هنا على المكتبه. بصوا المكتبه بتاعتنا فاضيه خالص، فهنحط بقى حاجات كده عليها. وبصراحه اي حاجه بعملها في البيت بتفرق معايا. يعني انا الديزاين بتاع الانتريه مع الريسبشن كده عاجبني جدا، يعني بجد طالعه تحفه. لسه بقى الستاير عشان عندي موال اسمه الميه بتجيلي في اليوم 3 ساعات. هو المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين كده، والله هو ما فيهوش مواعين لان انا غسلت المواعين اصلا لما الميه جت. يعني بصوا عملت انجاز امبارح، اول امبارح طبخت، والطبخه فاصوليا ورز ولحمه، فكان فيها يومين. فامبارح طبعا ايه خلصنا الاكل الحمد لله، فغسلت المواعين كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه طبعا بعملها ايه، اصلا انا بطبخ ومفيش ميه، فدي اهم حاجه ان انا غسلت المواعين اول ما الميه جت. دلوقتي هي لسه موجوده ومليت شويه كده، وبغسل غسيل في الغساله، يعني بغسل ستاير وحاجات وكده. ونشوف النهارده بقى ايه، مش هطول عليكم. تعالوا بقى ايه نبتدي كده ايه عملي في يوم النهارده. طبعا زي ما احنا متعودين طول ما المطبخ رايق، انا يعني بصوا مهما اعمل في البيت بكون رايقه. بصوا ان شاء الله انفض اغسل سجاد، اهم حاجه المطبخ يبقى مترتب ومتنظم وكل حاجه فيه مغسوله. فالحمد لله بقى قبل ما ادخل على المعركه الكبرى السفره، وهعمل شويه حاجات معاكم كده، فيديو حلو ان شاء الله يعجبكم. حاولت ان هو يكون متنوع شويه عن كل يوم، شارككم حاجات كتير. فطبعا بصوا يعني عشان بعمل سلطه، وكنت امبارح عامله عصير زبدو اللي هو بالخوخ، احنا بنحبه جدا. فقلت بدل ما نجيبه من بره اجيب الخوخ، طبعا موسم الخوخ طلع، فقلت اجيب الخوخ اللي هو بيبقى طري ده شويه، واحط عليه لبن وزبادي وتلج واعمله في الخلاط. فبجد طلع طعمه حلو جدا جدا وعجبني وعجب الولاد. وان شاء الله لما احمد يجي بقى ابقى اعمله له باذن الله. ايه هتقولوا لي انت مالك كده مريحه وعامله تنفضي وتروقي على مهلك؟ طول ما الراجل في البيت انت اشتغلي على اقل من مهلك. ايوه. لكن انا طبعا لو هو كان موجود في البيت كان زماني خلصت من زمان. بس بحب اشارك معاكم يعني الفيديوهات وكده، الفيديوهات متاخره، يعني انا خلاص خلصت والدنيا بقت تمام التمام وزي الفل. امنتج ليكوا الفيديوهات وانزلها لكم بقى ايه على مهلي كده. واوقات بيبقى عندي مشوار، بوسي عندها درس وديتها جبتها، فكل ده طبعا ايه ما بيبقاش في وقت، بلاقي الفيديو هينزل متاخر جدا، فاقول لا بلاش خليه بكره. خلاص كده خلصت المطبخ زي ما انتم شايفين. الميه قطع خلاص، اوريدي خلاص هي قطعت، ما فيش ولا نقطه ميه عندي. عايزه اقول لكم اكتشفنا الموضوع ده بسبب ان هم هيبداوا عندنا يسفلتوا الشوارع الجانبيه، فهم بيسفلتوا يا رب قبال شارعنا كده، هم بيسفلتوا. راحت ماسوره الميه مكسوره. طب ماسوره الميه مكسوره المفروض يعني ان ما يبقاش في ميه خالص. مش عارفه ليه الميه بتيجي بعد الفجر او بتيجي الساعه 6 7 الصبح وبتقطع على الظهر. ده اخر حاجه قالوها. مش عارفه ضغط الماسوره في حته مكسوره منها فبيبقى الضغط ضعيف. انا الكلام ده مش مقتنعه بيه، فمش فاهمه برضه، يعني عامله افهم من الحارس وافهم من الناس اللي في العماره. بس ازاي بقى؟ ما قعدتش استفسر كتير، لقيت كله ما عندوش ميه. خلاص هعمل ايه؟ قلت ان شاء الله يعني يصلحوها على خير. عملنا بلاغ في شركه الميه وان شاء الله يجوا يصلحوها، يا اما احنا هنصلحها على حسابنا، يعني نلموا من العماره ونصلحها على حسابنا، مفيش اي مشكله، بس الميه تكون متواجده. بقول لكم المعطر بتاع الجليد ده حلو جدا جدا. بصوا بيبقى انت عشت الصيف ده، دايما بشغله في الصيف، بيدي كده ريحه حلوه. انت بتظبطيه على حسب ما انت عايزة، من اول تقريبا 30 او 40 دقيقة لغاية 15 دقيقة و9 دقايق. فجميل بصراحة، ريحته حلوة قوي. وبحب اجيب اللي هو باللافندر، يعني الجهاز ده لوحده، والمعطر بقى بتجيبي كل مرة حاجة مختلفة. فباللافندر بيبقى ريحته حلوة قوي. كده خلاص خلصته وحطيته برضو هو شكل ديكوري وفي نفس الوقت كمان معطر. بصوا بقى انا كده ايه، كنت لسه ما خلصتش المكتبه بتاعت التلفزيون، فعملتها ورتبتها ونظمتها. بخف بقى من على السفره شويه لان السفره كلها تحف بصراحه. مطلعه كل حاجه، حتى الحاجات اللي كانت في النيش وكانت في البوفيه طلعتها عشان اختار منها. حبيت احط ورد ابيض مع ورد اخضر يدي كده ايه، شكل حلو، يعني تغيير مع الذهبي طبعا، يعني انا حياتي كلها ذهبيات.
فاكيد يعني مش هفرط في الحاجات دي واجيب جديد، الحاجه دلوقتي غاليه. بس هو ان شاء الله باذن الله هظبط حاجات في السفره، احاول يعني. في طقم ابيض يعني انا حطاه كده، فعايز اجيب طقم تاني مقابل ليه عشان مبقاش حاطه ذهبي مع ابيض، يبقى الدنيا كلها ايه كده مش لطيفه. فان شاء الله باذن الله لما انزل المنشيه او ابص هنا عندي ابقى اجيب بقيه الطقم اللي هو زي الدونتس ده، لانه كان اتكسر منه. او فازه شكلها حلو لونها ابيض كده بيدي شكل حلو قوي قوي. بدأت ان انا اشيل بقى زي ما انا قلت لكم كل حاجة، وده كان تمر باقي من رمضان طبعا. فانا مش هشيله يعني، مش هشيله في التلاجة ولا حاجة، ان شاء الله بإذن الله كلها اسبوعين او اقل، ونبدأ بقى نصوم 10 ذي الحجة، العشر ايام ذي الحجة طبعا ليهم فضل كبير جدا جدا. بصوا الايام بتعدي تجري، يعني رمضان وهو خلاص احنا بنقول العيد الكبير والعيد الصغير، الوقت عدى بسرعة جدا جدا بجد. انا يعني ما حسيتش بوقت كبير المرة دي، يمكن عشان الامتحانات يعني يا دوبك بص خلاص امتحانات هيبدأ خلاص، يبقى فاضل مثلا اقل من اسبوع على العيد، فلوجي لسه مخلصة، فعشان كده الوقت بيعدي بسرعة جدا. يعني الأجازة لسه بقى نستمتع بيها إن شاء الله على العيد الكبير. وطبعا تكمل يعني بقى في فرحتي بقى ام مهاب وكل حد في ثانويه عامه، يا رب ربنا يكرمه، وعمر وابن سمر وكل طلاب الثانويه العامه يا رب. دي بقى الفرحه الكبيره يعني. بس تحسوا ان الضغط ايه، قل شويه قل شويه، دروس ومدارس ورايحين الدرس وجايين من الدرس، فالدنيا بتبقى الصراحه صعبه قوي. السنه دي كانت فعلا سنه يعني ايه، طويلة طويلة في المدرسة والدروس والحاجات دي. بس بقى فقلت ايه، اظبط كل حاجة مكانها كده زي ما انتوا شايفين، اعمل حاجة حاجة. اكيد لابد لابد ان حاجات تدخل عندي النيش، لان مش كل ده احطه على السفرة. المفارش دي لقيتها خلاص كده مطربة، ابدأ ان انا اغسلها وامسحها. مش همسح مش همسح المفارش، امسح البوفيه وممكن احط قلت مفرش، يا اما اسيبه كده لغايه بقى قرب العيد نحط المفارش بتاعتنا. بس قلت لا، هحط برضو مفرش، هو بيحمي من التراب وبيدي شكل حلو. هنا كمان كنت عايزه اقول لكم كان في شنطه كبيره كده فيها مواعين. إيه اللي جاب المواعين هنا دي؟ كان مواعين اللي هي اطباق وكوبايات ومعالق وشوك والسكاكين، يعني الفرد يعني احنا كان واخدها معاه في المزرعة اللي هو بيشتغل فيها او الشركة اللي بيشتغل فيها. وبعد كده قال لي لا هناك في حاجات وكده ملهاش لازمة، فراح جابها لي حطها بقى ايه في دخلة الباب كده زي ما انتوا شايفين. فانا قلت هاخدها يعني واحط كل حاجة مكانها. قال لي خلاص ملهاش لازمة، محطوطة في العربية على الفاضي. فالحمد لله يعني برضو العربية الحمد لله ان ربنا يعني كرمنا بيها، لان كان مش بيعرف ان هو يشتغل في شركات في الصحراء، لان عايزة عربية. يعني الشركات دي ما فيهاش عربية تودي وتجيب والكلام ده كله، باصات وكده. فهو كانت مشكلة في المواصلات، ان هو عشان يروح وينزل ويجيب ادوية للشغل طبعا لازم يكون يعني ايه متوفر معاه عربية، من شروط الشغل يعني كان. فالحمد لله برضو العربية يعني اتاحت لنا ان الواحد برضو ايه ان هو يشتغل في المجال بتاعه. بصوا احنا لف يلف 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 يلف، وبرضو يعني سبحان الله يشتغل المجال بتاعه. لان احنا بعدنا عن مجال الشغل بتاع احمد ده حوالي اكتر من 12 او 13 سنة. اتجه طبعا للتجارة زي ما انتم عارفين، كان عندنا محل يعني ادوات اكسسوارات موبايلات وحاجات وكده، والدنيا يعني خسرنا فيه جامد جدا جدا. بس عايزه اقول لكم ان الشهاده هي اللي بتنفع. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لان الشهاده في الاول في الاخر برضو لما سافر بشهادته، لما بيشتغل هنا برضو اشتغل بشهادته. فاهم حاجه طبعا ان الانسان ياخد شهاده. فبقول بقى الطلاب والطالبات اللي بيتفرجوا عليا، بجد والله العظيم الشهاده مهمه جدا جدا. وبرضو انت تعبتي وانت تعبت واجتهدت، ربنا مش هيضيع ابدا 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 مجهودك ولا تعبك، وهيجازيك بيه في يوم من الايام. اي نعم الدنيا وقعت بينا شويه والحمد لله اتظبطت ورجعنا برضو ايه، ان الشهاده السلاح بتاعك ده اهم حاجه. والله دايما اقول لولادي كده واقول لهم بابا نموذج نموذج تحتذوا بيه.
ان بصوا لولا الشغل ومعاه شهاده ما كناش هيعرف يسافر ولا يشتغل ولا اي حاجه، لان طبعا التجاره مش مضمونه يعني في الزمن ده. التجاره مش مضمونه ان انت تعملي مشروع وتتاكدي ان هو يعني خلاص هيبقى تمام ومورد رزق ليك وللبيت. لا دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، والرزق ده بتاع ربنا. بس هو ربنا بيسبب الاسباب، يعني في اول في الاخر رزق من ربنا بيسبب الاسباب. فانا بحس ان الشهاده هي اللي بتبقى يعني باقيه في الاخر. باقيه في الاخر معاك شهادتك، اعمل مشروع واتنين وتلاته واشتغل برضو بشهادتك. ده اللي انا عايزه اقوله. فالله المستعان. بصوا انا حاطه التحف ازاي، خدتوا بالكم منها؟ جوه البوفيه اهي، يعني شكلها والله حلو كده مع الازاز. عايز بس يتظبط اكتر من كده ويكون برضو شكلها جميل وكده. فان شاء الله نظبطها مع بعض. انا هنا كنت هجيب المكنسه الصغيره اللي كانوا حبايب قلبي منى ووفاء بعتنها لي هديه، بس لقيتها مش مشحونه. يعني انا تقريبا انا او بوسي كانت بتعمل بيها بتعمل بيها ايه، كان بتشفط بيها تراب عندها المكتبه كده حطها ورا السرير، فبتشفط بيها تراب عشان سهل قوي انها تشيلها في ايديها. فتقريبا هي قالت لي انا مش هندهاش او نزلت تشحنها. فعملت بقى بما اني مشغله المكنسه الكهربائيه، عملت بيها بالمره يعني، شفطت طبعا الكراسي وكده وظبطنا الدنيا، وحطيت المفرش ده وبص لونه منت كده يرد على الكراسي. انا بقى فرع النور ده قلت لا يعني خلاص بقى، يعني خلاص احنا داخلين على عيد الكبير، فرحت شايلاه. والمفرش ده لقيته برضو مطرب، قلت خلاص يعني بدل ما اجيب مفرش تاني للجزامة، خلاص بقى على العيد لميت كده برضو ايه هنا مطرح اعزكم الله كان فيه شوزات. الجزامة دي للأسف الشديد يعني كانت عايزة يبقى فيها دور تاني للشوزات، ما بتكف ما يعني مش بتقضي الشوزات كلها. فانا ببقى ايه بحطهم كده في شنطة صغننة كده او بوكس صغير على جنب. فالولاد يعني اللي هو احنا نحط في بوكس فبيسيبوه. فانا بقى لميت بقى مطرح الشوزات وكده، بحب الم مكنسة عادية. فبرضو الحاجات اللي هما خلاص مش بيستخدموها دلوقتي زي كوتشيات مثلا اللي هي بتبقى بصوا بتبقى عامله زي بيضات كده ليها رقبه كده، خلاص هتخنقهم فمبقوش يلبسوها. فقلت خلاص هاخدها اغسلها واشيلها يعني. فعشان كده انا اللي رتبت وظبطت الدنيا وما خليتش ولا اي حاجه قدام الباب. برضو يا جماعه الام برضو عليها عامل، يعني الام برضو لمستها او يعني ست البيت غير برضو البنات او الاطفال مهما كان. برضو لو حد برضو بيشتغل معاكي بيساعدك، برضو انت ليكي بتبقي ايه لمسات معينة كده. طبعا مسحت برضو الجزمة كلها من اولها لاخرها وخليت الدنيا زي الفل زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم بقى؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. النهارده بقى ايه محتاره، يعني عايزه اعمل اكل. بيني وبينكم لما عملت الفاصوليا كنت اتهديت ان مفيش ميه، عايزه اغسل الخضره وعايزه عشان بعمل سلطه وعايزه اغسل الطماطم والحاجات. فتعذبت شويه مع اني كنت محوشه ميه. فالحمد لله يعني عدى اليومين دول. النهارده قلت لا مش هطبخ، عملت كده رز صياديه وسلطه، وهنجيب سمك مشوي حلو قوي. يعني الناس اللي هي عندها ميه قطع ده احلى حاجه. قلت لهم اجيب لكم كفته، قالوا لي لا مش عايزين كفته من بره. انا كنت بقى ايه قلت اروق على حالي ورحت ايه قلت اكل رز بلبن. كنت عامله رز بلبن يا سلام عايزكم بجد. بصوا مش عارفه ايه، بصي بتقولي الله يا ماما مكرمش وحلو. مش عارفه ايه موضوع الكرمشه، انا والله ما قصده، بس تقولي من عوامل نجاح الرز بلبن انه يكون مكرمش كده. هو طلع معايا كده كان طعمه حلو جدا جدا. عملته بالليل، انا بحبه بقى زبيب، ورحت حطيت عليه كمان ده لوز بيبقى في حته تانية كده طعمه خطير خطير بجد. لكن بصي وانا بتحبه ساده. قلت لها ماشي واول ما اوكي. شافتني قالت لي أنا بحط مش عايزه قالت لي عليه اي ماما حاجه. روقي او بصوا عليا انا كمان، بتقولي وريهم روقي الكرمشه عليا. اهو. الكرمشه يا جماعه، هي الكرمشه دي من علامات الرز بلبن بجد انه يكون ناجح ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. بحب قوي كومنتاتكم بجد جميله وتفتح النفس وقمر كده زيكم، وبكون مبسوطه قوي وبحس في تواصل. والله ببقى عايزه اكتب لكم كلام كتير جدا جدا لما برد على الكومنتات. بجد انتوا ناس ذوق وربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. هي بصي كانت بتذاكر وبتسمع درس اونلاين، فادعوا لها بقى بالنجاح. ما تنسونيش بلايك وشير كومنت حلو منكم بتسعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامه.